السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من يا ابن اللعيبة، وألف ألف مبروك لكل الأهلاوية، ومبروك يا عم مارسيلو كولر تالت سوبر مع النادي الأهلي، وسادس بطولة كمان مع النادي الأهلي في 14 شهر بس. يعني موسيماني كان محقق الرقم ده بعد سنة و8 شهور. النهارده الأهلي بقى بيلعب شوط أول يعني ولا في الخيال من كل اللعيبة. كانت لعبت النهارده مباراة كبيرة جدا بلا استثناء، وبالذات في الشوط الأول شفنا أداء خرافي من اللعيبة كلها. وشوف بقى يعني تأثير كهربا في هجوم النادي الاهلي في اخر الماتشات، يا اما بيجيب جون يا اما بيعمل اسيستات يا اما بيعمل الحاجتين. زي النهارده اهو جايب جون وعامل اسيست، وهو النهارده بقى راح عمل لنا احتفال بيلينجهام المعروف اللي بقى خلاص كل اللعيبه بتعمل الاحتفال ده بره، بس من حقك يا سيدي والله. والجون التاني بقى هجمه كده يعني هربانه من الدوري الانجليزي، وان تو هات من نص الملعب ولمسات فنيه على اعلى مستوى الصراحه من لعيبه النادي الاهلي، وتنتهي بقى باسيست من كهربا لحسين الشحات اللي حطها من فوق جنش. يعني سهله وسلسه جدا، وواحد من احلى اهداف النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. لما بقى تيجي تشوف بقى النهارده مستوى مروان عطيه، الصراحه حاجه تفرح. يعني راجل يعني قاطع في نص الملعب قطعه، يعني قطع ميه ونور وهوا كمان لو عايز تقول. فلا النهارده اداء خرافي من مروان عطيه. تلاقيه قاطع الكرات موجود، تلاقي تمريرات موجوده وتمريرات مظبوطه جدا يعني، وبيخش بيشارك كمان في اللعب في الهجوم. ربنا يحميك والله يا مروان عطيه، واداء خرافي من اول كاس العالم للانديه لغايه الماتش النهارده. ونتمنى بقى نشوف الاداء ده مع المنتخب في كاس الامم ان شاء الله. وفي الدقيقه بقى 30 كانت في هجمه برده مرتده يعني من النادي الاهلي عالميه الصراحه، كانت ممكن تنتهي بهدف اللي كهربا لعبها دبل كيك. لو كان دخل كان هيبقى من احلى اهداف النادي الاهلي الموسم ده. بس بص شوف بقى ثبات التشكيل ممكن ياثر ازاي في الاداء الجماعي للفريق كله من ساعه كاس العالم للانديه، والى حد ما القوام الاساسي كله هو اللي بيلعب مع بعضه. فشوف اللعيبه بتعرف تظهر لبعض ازاي، وبيبقى في تجانس ما بينهم، وكل اللعيب عارف اللعيب اللي قدامه هيتحرك ازاي وفي انهي حته بيحبها. فلا يعني فعلا ثبات التشكيل بيفرق جدا مع اي فرقه، وباين على اداء النادي الاهلي ان فعلا المستوى عالي جدا والريتم عالي ما بين اللعيبه كلها. واللعب النهارده كان يعني الغزاله كانت رايقه قوي النهارده لغايه الدقيقه 65 المستوى نزل تماما من الفرقه. تحس ان هم يعني اطمنوا للماتش والمجهود البدني زاد عليهم قوي. فلا المستوى نزل جدا من الدقيقه 65، واللعب كان على الواقف خالص. وده بقى اللي كلفنا الخطأ بتاع مصطفى شوبير. الخطأ طبعا ساذج جدا منه، مع انه بيعرف يلعب برجليه كويس جدا، يمكن احسن من محمد الشناوي كمان. بس يعني اتغر شوية او استريح بزيادة عن اللزوم، حس ان الماتش سهل. اتأخر لغاية لما اللعيب ضغط عليه وعرف انه يغلطه ويدخلها جون. فلا يعني خطأ ساذج جدا، ولولا ستر ربنا ان الماتش خلص كده كنت هتشيل الليلة انت يا اوفا. فلا يعني محتاجينك تركز اكتر من كده. انت هتبقى يعني المفروض الفترة الجاية دي انت ممكن تبقى انت الحارس الاساسي للنادي الاهلي. كل الناس بتقول ان محمد الشناوي احتمال يكون ده اخر موسم ليه مع النادي الاهلي. فلا ركز بقى يا اوفا وامسك بقى في الفرص دي. انت حارس مرمى كويس وعصري وبتعرف تلعب برجليك كويس، ما ينفعش تخطئ الاخطاء الساذجه دي. وفي اللقطه بقى اللي كوكا كان بيوقفه بقى بيقول له لا اصحى فوق ما تقلقش، انا الجون التاني هتخبط فيها وتخش فيك برضو. وبعدها بقى بخمس دقايق على طول محمد محمود يستلم ويشوط من بره ال 18 تخبط في كوكا ويسجل الهدف التاني ويكهرب الماتش خالص، ويروح بقى يعتذر لجماهير النادي الاهلي ويقلب لنا ياباني خالص. بس لا يعني النهارده يعني سيبنا لهم الفرصه ان هم يخشوا الماتش، والماتش اتكهرب جدا وكنا ممكن نخسر كمان المباراه النهارده. فدي بقى الحاجه اللي ما كانتش هتبقى الغزاله رايقه خالص، ويعني والمباراه قربت. وبالذات كمان ان كولر طلع يعني اغلبيه مفاتيح لعبك كلها، ان كان تاو ولا امام عاشور ولا حسين الشحات ولا كهربا. فانت حسيت فعلا ان الاهلي مش قادر، ممكن ما يبقاش قادر يجيب الجون الثالث. ما كانش فيه الصراحه يعني غير طاهر محمد طاهر هو اللي كان لعب ماتش كبير جدا النهارده، وكان هو يعني اغلبيه الخطوره جايه من ناحيته. يمكن الخطوره كلها كانت جايه من تحركاته ومن تسديداته. فلا طاهر محمد طاهر النهارده يعني بيلعب مباراه كويسه جدا، وقدر يشكل خطوره كبيره جدا على مرمى محمود جنش. فلا يعني النهارده طاهر الصراحه يستحق هو كمان الاشاده بمستواه. لا ابتدى يركز اكتر. انا شايف ان هو كانت الناس كلها كانت بتهاجمه كتير قوي السنه يعني الفتره اللي فاتت، بس لا هو لعيب يعني مركز وعايز يثبت وجوده اكتر من كده مع النادي الاهلي. والنهارده بنشوفه فعلا كانت تحركاته كويسه، وبيعدي من واحد واثنين وبساطه الى حد ما اتظبطت كتير. فلا يعني طاهر ان شاء الله
الله يبقى ليه دور اكبر معانا الفتره الجايه. ويجي بقى دور مودست بسيناريو يعني درامي جدا، ان هو اللي يعرف يفك الاشتباك ده من عرضيه علي معلول اللي رايحه له بالمقاس. يعني علول له طبعا عارفين عرضياته، والصراحه الراجل يحطها بالهيد يعني قويه جدا متوجهه صح جدا ويفك الاشتباك ده. وكمان بعدها كمان يروح عامل اسيست لكريم فؤاد يحط الرابع ويخلص على الماتش تماما. يعني تحس بقى ان هو فعلا كان محتاج يعني الجون او الاسيست ده ان هو يقدر يخش فورمه مع الفريق تاني، بس عشان هو نجس فما يعرفش ان ده اخر ماتش للنادي الاهلي قبل بعد كده بقى فتره التوقف الدولي. في النهايه الف مبروك للاهلاويه كلهم، كاس السوبر ال 14 في التاريخ. فلا يعني حاجه الصراحه ارقام مرعبه للنادي الاهلي قاعد بيحققها كل مره. ونتمنى نشوف بقى بطوله قويه من المنتخب المصري في كاس الافريقيه اللي هتبتدي ان شاء الله في يناير، يعني في منتصف يناير في كوتوفوار. عايزين بقى نشوف بقى اداء قوي ونرجع تاني لامجاد المنتخب المصري. كنت حابب بقى اختم بسؤال، بس قبل ما اختم بالسؤال ده يعني انزل بقى اخبط اللايك واعمل سبسكرايب لو لسه ما عملتش، وفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات اول ما توصل على طول. يعني بما اننا كنا في بطولة كاس السوبر المصرية، البطولة اللي كان فيها 4 أندية من الدوري المصري، بيراميدز وفيوتشر وسيراميكا والنادي الاهلي البطل السوبر. يعني ليه بقى نادي بيراميدز لغايه دلوقتي مش قادر يكسب ببطوله؟ وايه الدافع اللي هيخلي لعيبته يحاربوا على البطوله يعني بدون ضغوطات من جماهيرها اللي رمضان صبحي كان مستنيهم يملوا المدرجات؟ فمحتاج اعرف بقى الاجابه دي ونتناقش اكتر في القصه دي. يا ريت بقى انتوا يعني تردوا عليا في التعليقات وتقولوا لي ايه رايكم فيه. يلا مبروك علينا ده كاس السوبر ال 14. سلام.